السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة الدار داركم مع أمين. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلاقيكم الفيديو في أحسن حال. اليوم كما راكم تشوفوا في العنوان وكما راكم تشوفوا قدامكم درت معكم سفنج بطريقة سهلة وبسرعة. أنا بغيت نقول لكم بلي نوض حتى للربعة درته باش نتقهووا وجد في الوقت ويجي رائع. عاد اللي كان يكون عندكم الوقت تخلوه مدة أطول. دوك نفهمكم كي نبدأ الخدمة. يلا نخليكم ونبداو على بركة الله. دونك كيما راكم تشوفوا جاني ما شاء الله جاي قرمش تقرميشه غايه من برا والداخل يجي طري كوم سي شريتوه من برا. اون بليس حاجه تاع الدار تجي نقيه على تاع برا. راكم فاهمين؟ المهم راح نبدو مباشره. اول حاجه راح ندير مغرف صغيره نتاع خميره الخبز، غير مغرف صغيره. انا هاد الكونتيتي خرجت لي هذوك الحبات تاع السفنج، انا درتهم كبار، نتوما تقدروا ديروهم موايا. المهم مغرف صغيره تاع خماره معها مغرف صغيره نتاع السكر. رانا عارفين بالخماره تتفاعل مع السكر. ونديروا معاهم زوج كيسان نتاع لاتاي. انا درت الكيسان تاع لاتاي دوك اللي جوج شويه كبار، زوج كيسان تاع الماء دافي. دونك المرحله الاولى مغرف صغيره تاع خماره، مغرف صغيره تاع السكر، وزوج كيسان تاع الماء دافي. نتوما الا بغيتو تكثروا لا كونتيتي يعني ديروا كميه اكبر ديروا كاس كبير. ولا تبعوا نفس زعما العبر، ولا ديروا مغرف كبيره نتاع ماشي كبيره كاع معمره. المهم ديروا هاد الكونتيتي الى عجبتكم عاود ديروا كونتيتي كبيره. المهم نخلطو مليح. كي يبدو هذوك لي بول هذوك الفقاعات نحبس وندير زوج كيسان نتاع الفرينه. هذه المرحله الاولى، زوج كيسان تاع الفرينه. نعاود مغرف صغيره تاع خماره، مغرف صغيره تاع السكر، زوج كيسان نتاع الماء دافي. نخلط مليح مليح مليح. كي نوضو هذوك كي يبدو دوك الفقاعات ندير زوج كيسان نفس العبار، زوج كيسان نتاع الفرينه. نخلط مليح. انا الفرينه تاعي راها مغربله. الناس اللي يتفرجوا عليا قلت لكم بلي انا كي نشري الشكاره قبل ما نفرخها في هذاك البيدو تاعي ولا القابصه تاعي مباشره نغربلها باش من بعد تجيني سهله. المهم نخلط مليح. راكم تشوفوا الفقاعات اللي دارتها تفاعلت. هنا نغطيها ونخليها واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. خلوها تريح ونعاودوا نكملوا السفنج تاعنا. هنا بعد ما فاتت 15 دقيقه، انا خليتها 15 دقيقه ماشي باش تخمر غير باش تتفاعل. ما بغيتش نسرع لكم الفيديو، بغيت تشوفوا بالمراحل. المهم راكم تشوفوا فيها راها كاين ديك الفقاعات ولا دوك لي بول. هنا نزيد نكمل الكميه اللي عندي تاع الفرينه. ونكتب لكم المقادير بالضبط في صندوق الوصف ان شاء الله. انا عاود زدت كاس واحد اخر. وها الكاس الرابع. ثم الاولى درنا زوج كيسان باش تتفاعل مع مغرف خميره ومغرف سكر وزوج كيسان تاع الماء دافي. خليناهم يريحوا ودروك زدناهم زوج كيسان تاع الفرينه. انا هنا البول تاعي ولا الزلافه تاعي صغيره غادي نعاود نقلبها في حاجه واحده اخرى. المهم تخلطوا هذوك الزوج كيسان تاع الفرينه. هنا جاتني صغيره وغادي نقلب. البنات بغيت غير نقول لكم بنات لكم تتفرجوا كاين بزاف في الاحصائيات. كي راني نشوف الاحصائيات الناس اللي يتفرجوا ما مشي يديروا لايك، والناس اللي يتفرجوا ماشي مشتركين اساسا عندي في القناه. دونك بغيت نقول لكم غير اللي تتفرجوا الا عجبتكم لا فيديو بيان سور، الا عجبتكم قناتي وعجبتكم لا فيديو ديروا لي اشتراك. الاشتراك ما غادي يزيد ما ينقص فيكم، ماشي حاجه واعره. هذاك الزر الاحمر كي تكليكوا فيه يولي قري. من بعد ديروا الاشعارات الكل ولا تو ولا اول كل واحد كيفاش دايرها في اللغه اللي دايرها. وديروا اللايك اللي عجبكم، ديروا اللايك ما عجبكمش ديروا لي ديسلايك. المهم نعرف التفاعل. المهم هنا
زدت هذوك زوج كيسان تاع الفرينه كيما شفتوا معايا، ونبدا نضرب، نبدا هكا ماشي نعجن مي نضرب نخلط فيها. هنا راهي تتلاصق بزاف، نعجن ولا نضربها مليحه، كنضربها غايه عاد باش نزيد كميه. زدت مغرف تقريبا كبيره تاع فرينه، هذا مكان ما تزيدوش كلشي على ضربه حتى تعرفوا. هي يليق تكون شويه تتلاصق بصح ما تتلاصقش بزاف. نحاول نجمع كاع داك العجين ونبدا نخبط فيها مليح كيما نعجنوا كيما نعجنوا المسمن، ماشي مسمن، كيما نعجنوا المطلوع. انا تاني هذه هي طريقتي في المطلوع، غير نخبط ما نعجنش، نخبط مليح كيما راكم تشوفوا هكا. واحد تقريبا واحد 3 دقائق ولا وانا نخبط، نخرج منها الهواء ونزيد نخبط مليح حتى نشوفها بلي ما تتلاصق بزاف. هذا هو المهم. هذه هي تحصلنا على هاد العجينه كيما هاك. قلت لكم ما تلاصقش بزاف، الا كتلاصق اكثر زيدوا شويه تاع الفرينه. هنا اكيد يدنا راها فيها العجين، دوك غادي تقعد غير تتلاصق. هنا مقطع نورمالمون راح. المهم هنا رديتها في هذيك البول تاعي وخليتها تخمر. خمرت تقريبا واحد 10 دقائق. هنا ما غاديش مازال ما نطيبها، غادي نديغازيها، نخرج منها هذاك الهواء، نخرج لها كاع الهواء اللي يكون فيها. واذا كان عندكم الوقت ودرتوا السفنج تاعكم بكري قد ما تقعدوا ديغازوها غادي تجيكم خير. صديق شوفوا البول اللي خرجت هكا باش ما تجيكمش معجنه في الوسط. كل 10 دقائق روحوا خبطوها ملي خرجوا الهواء. كل 10 دقائق عاودوا ولوا لها تقريبا 2 خطرات ولا 3. انا درتها غير خطره باسكو ما كانش عندي الوقت، ونعاود نردها تخمر. كي يضاعف الحجم تاعها نعرفوها باللي السفنج تاعنا راه واجد. انا البرد كان داك النهار اللي درت فيه السفنج كان شويه تاع البرد، دونك شادرت حميت حاجه هكا كاسرونه ولا كيكوطه ولا حاجه، حموها وطفوا وديروا فوقها العجينه تاعكم وهو طافي، اكيد الغاز يكون طافي باش تتفاعل العجينه تاعكم. شوفوا هنا ضاعف الحجم تاعها وراها دايره لي بول. نجيبو هنا الزيت، هذاك لو بلا تاعي دهنته بالزيت ونبدا ندير الزيت في يدي، نديغازيها مليح، نخرج منها الهواء ونبدا نشكل. هنا غادي تجينا ساهله باسكو الزيت ما غادي تلصق لنا ما حتى حاجه، هنا تجيكم ساهله. وندير كويرات على حسب ما راكم باغيين الحبه تكون. الا بغيتو كبيره نورمال هاد العجنه تخرج 3 من حبات، انا درتهم كبار، انا بغيتهم كبار عليها خرجت لي غير 6. بصح نتوما ديروهم صغار، تقدروا ديروهم شويه صغار تخرج لكم حتى 8 حبات. المهم نقسم العجينه تاعي. وهنا في هذا الوقت راني دايره مقله فيها غير شويه تاع الزيت ودايره كاسرونه. ماذا بكم ديروا حاجه غارقه وتكون صغيره باش ما تكثروش الزيت فيها تجي ملمومه. دونك راني دايره طاوه ولا كاسرونه فيها الزيت زعما شويه غازر، دايره مقله فيها غير شويه تاع الزيت. غادي نقليها في المقله الاولى، دوك تشوفوا معايا عاد نقلبها للزيت الغازر. وتتحصلوا على نتيجه رائعه. وهنا نسيت حاجه عليها، قلت لكم راح شويه واحد المقطع راح هنا. ما تنسوش بعد ما تخمر لكم العجينه تاعكم كي ديغازوها المره الاولى زيدوا الملح، عاد زيدوا فيها الملح، زيدوا تقريبا مغرف صغيره ماشي معمره تاع الملح. وكاين السفنج اللي ياكله بالكونفيتور، كاين اللي يحلوه كيما البنيه وياكلوه، حنا كلينا ديجا بالكونفيتور. وكاين اللي ياكلوه بالسكر وكاين اللي ياكلوه هكاك عادي. المهم ها هي المقله تاعي
وها هي الكاسرونه تاعي اللي نقلي فيها كلش. ديك الكاسرونه راها دايره الحرب. المهم هاد المقله راني دايره فيها غير شويه تاع الزيت كيما راكم تشوفوا. كي تحمى مليح هنا راني منقصه الغاز، راني منقصه كاع الغاز، حمات مليح ونقصت الغاز. وهذيك المقله ولا الكاسرونه اللي راه فيها الزيت غازر ديروه متوسط، ما تنقصوش باش ما يشرب لكمش الزيت، باسكو هنا اللي غادي شويه طيب من الداخل والاخرى غير تكمل طيابها. المهم هنا نقليها واحد دقيقه هكا، دقيقه ونص حتى 2 دقائق. كي تشد روحها مليح من التحت مباشره راكم تشوفوا لي بول، غير نحطها فوق الزيت تخرج لي بول تاعها، راها خامره غايه. دونك هنا 2 دقائق كاع ماكسيموم، مباشره ترفدوها وتحطوها في الزيت اللي يكون حامي حداكم. جربوه ما راحينش تندموا، وخلوا لي تعليقاتكم باسكو راكم ما راكمش تتفاعلوا معايا. وانا كيما هاك كيما يقولوا لي يجيني الاحباط. انا وليش نبغي نحط انا عندكم راني نحط مالغري ما راكمش متفاعلين معايا، ولكن نحط الحاجه. شوفوا نقولها لكم زعما قاعده، ربي كاتب لي نطلع قناتي تطلع، العبد ما غاديش يقلعها، ربي ما كاتب ليش غادي نقعد هنا. حنا نتمنوا النجاح ونتمنوا التوفيق لينا وللجميع ان شاء الله. كل واحد في قلبه حاجه يا ربي يا ربي يحققها له. المهم الا وصلتوا لهذا الجزء من الفيديو كتبوا لي تعليق وكتبوا امين باش نعرف بلي وصلتوا حتى لهاد المرحله. هنا فاتت 2 دقائق، الزيت كما راكم تشوفوا راه يحمى، هذه زاوجه راها غير حداها، غير التصوير راكم عارفين رانا عاد راني رفدتها مباشره نحطها في الزيت الغامق. شوفوا كيفاش تتنبل كما نقولوا، دير النبولات معناها لي بول، ما تحتاجوش تكبوا عليها الزيت من الفوق، غير كيما هاك غادي تعاودوا تقلبوها وتنقلها من التحت. يجي روعه البنات، جربوه. وان شاء الله راح ندير معاكم وصفات بزاف، راح ندير معاكم ان شاء الله الوصفات اللي تحقوهم في رمضان، بيسكو رمضان راه قريب ونديروا تحضيرات رمضان ان شاء الله. كل شيء راه غالي، وان شاء الله مع بعض نقدوا نوفروا ونقدوا نديروا صوالح ندسوهم من رمضان ان شاء الله، نصوموا بالهنا والصحه. الناس اللي يقول لك رمضان ماشي غير الماكله، يا اختي انا جامي شفت واحدين 30 يوم وهما صايمين. سيفري رمضان العباده، ولكن ناكلوا ما نكذبوش على رواحنا. انا اي وحده تقول لك رمضان ماشي تاع الماكله وطيريري ومنا، لا اختي انا انت الا ماشي تاع الماكله دونك وريني كي تصومي كاع النهار، صومي 24 ساعه. مانيش عارفه، انا هذا هو رايي. بزاف اللي يقول لك لا رمضان نفرحوا عائلتنا، كاين حاجه بلي كي طيبي لعائلتك والماكله تكون شابه وتعجبهم راكي تدي اجر. هادشي الناس بزاف ما عارفيناش، كل لقمه راهم ياكلوها سورتو صايمين تدي فيهم اجر كبير. واكيد العباده ما نهضروش عليها. ازت معكم الحبه الزاوجه، ومادام يقعد يخمر مادام يجي احسن كما راكم تشوفوا، وتقرميش كيما تاع برا، والله العظيم تقرميش اللي من الفوق كيما تاع برا. هما لا 2 حبات اللي بقاو، هذيك ما درت لهاش الثقب كبير تبلعت من الوسط. المهم هذا هو السفنج تاعنا، وهذه هي لا فيديو تاعنا. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك كما قلت لكم، واللي مازال ما اشتركش يشترك في القناه. الى فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، تهلاو في الناس اللي يبغوكم. سلام.